لو ولادك في ثانوية عامة يبقى الوصفة ديت ليهم. مشروب العبقرية والذكاء والتفوق، كانت دايما والدتي الله يرحمها تعمله لي أيام الامتحانات. ليه؟ ما اعرفش، بس أنا برضو بسم الله ما شاء الله عليا أهو، وربنا يستر. بطلنا هزار، اعملوا لأولادكم على ضمانتي مشروب لذيذ جدا ومغذي واقتصادي جدا، كل مكوناته في البيت. يلا بينا نشوف هنعمل العظمة دي ازاي. جبتي خوخ ولقيتيه مش مسكر او حتى مركون عندك في التلاجة والولاد رافضين ياكلوه، يلا بينا هعملك منه ألذ واطعم مشروب. في حلة صغيرة كمية الخوخ بتاعتك ايا كانت، فتحة كده بس من الجنب بالسكينة صغيرة خالص، ده هيسهل عليا تقشيره بعد ما اسلقه. ما احنا هنسلق الخوخ الاول. ده بقى مشروب العباقرة. بعد لما فتحت الكمية بتاعتي كده بالسكينة من الجنب، حوالي نص كوباية سكر او كوباية حسب سكارة الخوخ بتاعتك، وكوباية من المية، وترفعيهم على البوتاجاز حوالي من 5 ل10 دقايق. بعد ما سلقنا الخوخ، هو ده الصوص اللي طالع منه، شايفين جمال اللون اساسا؟ وده بقى الخوخ بعد ما قشرناه وخليناه من النوى. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الخلاط بتاعنا المسكين اللي تعبان معانا، هننزل بالخوخ بتاعنا، هننزل بالصوص القمر اللي نزل منه، كوبايه من الزبادي، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، شويه مكعبات تلج قمر كده، حليب، وبالفعل الخوخ والصوص بتاعه كان فيهم السكر. يلا بينا نضربهم وارجع لكم. يلا بينا نصب الجمال بتاعنا. وعلشان تناسق الالوان جبت لكم برده كوبايات لونها يليق مع الخوخ، وزودت مكعبات تلج في الكوبايات. في لذاذه كده. هو ده بقى مشروب الذكاء والتفوق والعبقريه كلها. من حبتين خوخ مركونين في التلاجة عملنا احلى والذ وصفه. خطير خطير، رجعني بالذكريات لورا، ايام لما كانت مامتي الله يرحمها دايما تعملهولي. ارجع من الامتحان الاقيها عاملالي زبادو الخوخ القمر ده.